ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده بسقي حجر فيروز بنفسي. حجر كان كبير جدا وعاوز احطه على الفرخه دي. طبعا انا بستخدم في الصقل دلوقتي، بتعلم لغايه ما اجيب مكنه الصقل بصواني وكل حاجه. بستخدم طريقه بدائيه وطريقه مبتدئين مش محترفين، بس يعني وصلنا الى حاجه كويسه جدا. انا بستخدم الموتور ده موتور الجلي بتاع الفضه، بتحط له فرش يمين وشمال. انا بقى استخدمته ان انا احط له كمان علق صنفره هنا والزقها على الفرش. طبعا الصنفره الخشنه، يعني مثلا عشان اشكل حجر زي ده كبير واكل منه لازم تكون صنفره خشنه درجه واطيه، اللي هي بتبقى مثلا ابتديت من 80. وبعدين بعد ما ابتديت اشكله بالشكل ده بخش على اللي بعدها مثلا 360. دلوقتي على الصنفره ال1000، ودي مستخدمه اكتر من مره، فممكن توصل نعومتها ل 1500 و2000 كمان. دي الحاجه النهائيه. وبعدين بلمع بقى. طبعا دي حاجات بدائيه، لكن الواحد بيجتهد لغايه ما يجيب المكنه وبتاعت المواتير وصواني الحك وكل حاجه. بسم الله. دلوقتي بقى احنا المفروض مرحلة التلميع. المفروض بيكون المكنة الأساسية بتاعت الصقل ليها جلدة زي جلد ماعز أو جلد بقري بنستخدمها مع بودرة التلميع. أنا لسه زي ما قلت لكم مجهزتش المكنة دي، فبنستعين بالفرش دي، نوعين من الفرش، بس الفرش دي بتكون بمحل الجلدة. شوف دلوقتي تحول الحجر ده لما نلمعه ونظهر لمعته بقى. بنستخدم طبعا بودرة تلميع، وبنحط على الفرشة حاجة اسمها جماطة للتلميع. نشوف. دي بودرة التلميع. ما شاء الله لا قوة الا بالله. على فكرة ده خام من الفيروز المصري الحر، صعب جدا تشكيله وصقله، فما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. دلوقتي ده شكل الحجر داخل الخاتم. الشمبر يعتبر واسع شوية، انا صغرت الحجر، لكن اقدر استعدل الشمبر دلوقتي زي ما هنشوف. دي المرحلة بقى اللي بحاول استعدل فيها الشمبر، بقفله على قد الحجر بالظبط بدون ما اثر على الخاتم ان شاء الله. يعني كده على قدر الامكان، بحيث يكون قافل على الحجر. خلاص قرب يقفل على الحجر زي ما انتم شايفين اهو، وهكذا لغايه ما ندوره بالظبط. هوريكم الخطوه اللي بعدها. ده اقصى شيء عملناه في الشمبر، بقى على قد الحجر بالظبط. ودلوقتي هنثبت الحجر واوريكم تلميع الخاتم وتظبيط الشمبر بقى النهائي خالص على المكنه. هنا بقى ده الموتور اهو، بيكون فيه فرشتين. الفرشه دي لما بتبقى لسه الفضه طالعه من تحت دي الصايغ متكونش فيها اللمعه، بنستخدمها اخشن، ودي للتلميع. انا هنا هستخدم فرشه خشنه دي على الشمبر ده عشان نظبطه حوالين الحجر بالظبط وضيع كل الدق اللي انا عملته عليه. تعالى نتفرج ازاي. بسم الله. طبعا الفرشه دي بتسخن الخاتم، وبتساعدك ان انت تقدر تقفل الشمبر اكتر وتلمعه من كل الخطوات. زي ما انتم شايفين بيبتدي يتحسن، وهوريكم بقى النتيجه النهائيه ليه. انا ظبطت الشمبر كده خلاص على الحجر، ناقص بقى مرحله تلميع الخاتم وتلميع نهائي للحجر، ونفرجكم عليه في النهايه. بنلمعه طبعا بالفرشه. دي كده النتيجه النهائيه للحجر بعد التلميع، تركيبه، تظبيط الشمبر وتلميع الخاتم كله.
اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا والفيديو نال اعجابكم. وطبعا الحاجات دي كلها طرق بدائيه جدا لتشكيل الاحجار، يعني اجتهدنا لاجل الهوايه لغايه كده باذن الله يبقى معانا كل عده المحترفين قريبا باذن الله.